هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طبعا نعلم يا شباب أن الله عز وجل ذكر في القرآن عددا من الأحداث التي ستقع في آخر الزمان، وذكر أحداث وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن مليء بالمعجزات كما تعلمون، فيه معجزات تتعلق بالطب، فيه معجزات تتعلق بالفلك، بالكلام على الكواكب، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. واكتشف اليوم أن المسافات التي بين النجوم هائلة جدا إلى درجة أنها تقاس بالسنوات الضوئية. فيه معلومات تتعلق بالجيولوجيا، في طبقات الأرض مثلا، في الجبال، في طبيعة التربة، كل هذا قد ذكره الله تعالى في القرآن. هناك بعض المعجزات عن إخبار القرآن ببعض الأمور الغيبية التي وقعت في الزمان الماضي أو التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أشياء قضى الله تعالى في القرآن حكم بأنها ستقع ووقعت. مثلا أنزل الله تعالى في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. أنزلت هذه الآيات وأبو لهب لا يزال حيا. لو أن أبا لهب، طبعا هذه الآيات تحكم أن أبا لهب سيبقى كافرا إلى أن يموت. لو أن أبا لهب قال: تدري، خلني أقنع الناس بأن هذا القرآن باطل وسوف أدخل في الإسلام، لصارت الآيات فعلا تحكي واقعا غير صحيح. أن الله تعالى يقول سيصلى النار ذات لهب وأنه كافر، ثم بعد ذلك يسلم. لكن سبحان الله، لأن الله عز وجل يعلم أنه لن يحدث نفسه بالإسلام أصلا، مات على الكفر. أنا بين يدي عدد من الآيات سوف أستعرضها معكم. هذه الآيات كلها ذكر الله تعالى فيها أمورا غيبية. هذه الآيات بعضها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها في الأزمان السابقة. فمثلا من ضمنها يوسف عليه السلام عاش في أي البلاد؟ في الشام أم في العراق؟ وعاش في الشام بعدين في مصر. أحسن، في الشام ثم سكن مصر. الأحداث التي وقعت له، الأحداث الحقيقية التي فيها الحكم في مصر. طيب، هل في سورة يوسف ذكر الله كلمة فرعون؟ ما ذكر كلمة فرعون، مع أن فرعون في أكثر من 60 موضعا في القرآن ذكر الله تعالى فرعون الذي هو ملك مصر. وكل من ملك مصر يسمى فرعون، كما أن كل من ملك الفرس يسمى، كل من ملك فارس يسمى كسرى. سمي العزيز، لكن وقال الملك إني أرى 7 بقرات، لم يقل وقال فرعون إني أرى، مع أن كل من ملك مصر يسمى فرعون عندهم. كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، كل من ملك الإسكندرية يسمى المقوقس. ومع ذلك لما ذكر الله تعالى يوسف ما قال وقال فرعون. لماذا؟ لما تبحث في التاريخ تجد اكتشف في بعض الأحجار، طبعا الله عز وجل ذكر في القرآن: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. في الآية الأخرى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، إلى آخره. اكتشف في أواخر القرن التاسع عشر عن طريق بعض الحفريات وبعض الأمور التي يعرفها أصحاب الآثار أن يوسف عليه السلام عاش في الفترة ما بين 1730 إلى 1580 قبل الميلاد، يعني لمدة 250 سنة التي يوسف عليه السلام كان موجودا خلالها. طبعا ليس موجودا خلال 250 سنة كلها، لكن لعله موجود خلال 80 سنة 90 سنة أو 100 سنة أو أكثر، لكن المهم أنه عاش خلال هذه الفترة. هذه الفترة كان يحكم مصر ليس الفراعنة، كان يحكمها الملوك الرعاة الذين يسمونهم الهيكسوس. هؤلاء الملوك لا يسمون فراعنة، كانوا يسمون ملوكا. فلما زال ملك الفراعنة حكمه هؤلاء لمدة 250 سنة، ثم عاد ملك الفراعنة مرة أخرى عليهم. فجاء بعد ذلك موسى عليه السلام. لذلك موسى عليه السلام لما جاء إلى قومه قال لهم كما في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فهذا أيضا من إعجاز القرآن. من إعجاز القرآن أنه يخبر ببعض الأمور الغيبية، مثل لما قال الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ما بين 3 إلى 9. وفعلا الروم كانوا في أدنى الأرض في منطقة البحر الميت جيولوجيا، يعني هم في أدنى الأرض. ومن بعد غلبهم، من بعد أن غلبهم الفرس
الفرس عبدة النار، سيغلب الروم، وفعلا غلب الروم الفرس بعد ذلك كما أخبر الله عز وجل بهذا. من الآيات قول الله تعالى والله يعصمك من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ حرسا في أول عهده، ثم أنزل الله تعالى هذه الآية والله يعصمك من الناس، يعني ما يحتاج أن تتخذ حرسا. وفعلا كل من حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم باءت محاولاته بالفشل. يعني لما اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة كما في حديث جابر في صحيح مسلم لما كانوا راجعين من غزوة، فأقبل عليه الصلاة والسلام واضطجع تحت الشجرة يرتاح، فأقبل رجل وقد علق صلى الله عليه وسلم سيفه في بعض أغصانها. أقبل رجل كان يتبعهم من الكفار وأخذ السيف وأخرجه من غمده ورفع السيف من يمنعك مني من يمنعك مني. فتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه إلا هذا الرجل يقف فوق رأسه معه سيف، يعني موت أحمر أمامه. ثم لاحظ هو عليه الصلاة والسلام ليس عليه شيء، حتى الرداء الذي كان يلبسه، كانوا يلبسون مثل لباس الإحرام، حتى الرداء الذي كان يلبسه قد نزعه وفرشه تحته واضطجع عليه، فهو لحم الآن أمامه ممكن يضرب مباشرة. فقال صلى الله عليه وسلم يمنعني منك الله، وسقط السيف منه والله يعصمك من الناس. لما حاولت اليهود كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن تدك رأسه عليه الصلاة والسلام بحجر، لما أقبل يستعينهم في شيء فقالوا اجلس في ظل هذا الجدار، فجلس فصعدوا برحى وهو حجران عظيمان يطحن بينهما القمح، ولما أرادوا أن يسقطوه نبأه الله تعالى فقام عليه الصلاة والسلام وذهب والله يعصمك من الناس. لما وضعوا له السم وضعته له المرأة اليهودية كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر أقبلت إليه امرأة يهودية وقد عملت له طعاما، أنت والله ما قصرت وكذا تفضل هذا غداء، وضعت له شاة مشوية. تخيل يعني قوما جائعين وقد أمضوا وقتا وهم محاصرون لبلد، ثم بعد ذلك يجدون لحما مشويا أمامهم. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأحد الصحابة أخذ لحمة فأكلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الذراع فنهش منها نهشة، ثم أنطق الله الذراع قالت يا رسول الله إني مسمومة لا تأكلني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الذراع وقال ادعوا لي من ها هنا من اليهود، فدعوا له اليهود، يعني دعوا له رؤوسهم. فقال صلى الله عليه وسلم أراد أن يسألهم الآن هل أنتم وضعتم سما أم لا، لكن لا يريد من ذكائه عليه الصلاة والسلام وحكمته لا يريد أن يسألهم مباشرة عن اللحم سيصدقون أو يكذبون، فأراد أن يسألهم عدة أسئلة أخرى يتأكد هل هم صدقوا فيها. إذا صدقوا في الأسئلة الثانية معناه سيصدقون في هذا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم لهم يا معشر يهود، قالوا نعم. قال هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم، معقول نكذب عليك؟ قال من أبوكم من جدكم؟ هذا الفخذ من اليهود، لهم جد جبان لا يفتخرون بالانتساب إليه، فإذا أرادوا أن يفتخروا انتسبوا إلى جد لقبيلة أخرى من قبائل اليهود، مثل الذي من عائلة عادية وإذا أراد أن يفتخر قال أنا من آل فلان وانتسب إلى عائلة أخرى تماما. فقالوا أبونا فلان. قال صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت فعلا أنت عارف نسبنا. قال يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم، وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا. قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. قال صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ لماذا؟ ماذا فعلت لكم؟ ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا أن نتخلص منك، ملكا متسلطا لست نبيا، وإن كنت نبيا فسينبئك ربك، ولكن من أنبأك؟ فقال أنبأتني هذه الذراع ورفعها والله يعصمك من الناس. طبعا الصحابي الذي أكل مات من السم، من قوة السم، وكانت اليهودية قد وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام السم أكثر شيء في الذراع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب لحم الذراع.
هذا من قوله تعالى والله يعصمك من الناس. طبعا مواطن كثيرة، من